إذ أن أكثر من 200 مليون شخص ما زالوا تحت خطر إعصار ثلجي مسمى بالإعصار القنبلة، بينما أطلق عليه آخرون عاصفة القرن، واجتاح شمالي أمريكا وأودى بحياة أكثر من 60 شخصا وشل معظم مجريات الحياة. كثيرون سارعوا للنجاة بحياتهم من وجه الإعصار، ربما منهم هذه الشابة العشرينية واسمها أندل تايلور، التي اتجهت من المستشفى في ولاية نيويورك حيث يتلقى والدها العلاج إلى منزل والدتها البعيد عن مركز العاصفة. لكن مشاهدينا، للأسف أثناء القيادة علقت سيارتها وسط الثلوج، ووثقت أندل آخر المشاهد في حياتها في سيارتها العالقة وأرسلتها لعائلتها. هكذا كان المشهد المحيط بسيارتها عندما علقت وسط الثلوج. إذن أندل فارقت الحياة بعدما نامت على ما يبدو في سيارتها. رجحت والدتها في مقابلة مع وسائل الإعلام أن تكون وفاة ابنتها قد نجمت عن التسمم بأول أكسيد الكربون بعد أن انسدت أنابيب العادم بينما استمر محرك السيارة بالدوران. الإعصار الذي اشتدت وطأته في نيويورك وتحديدا مدينة بافالو التي غمرت الشوارع وحذرت السلطات الأمريكية من خروج الناس من المنزل وحثتهم على البقاء في البيوت حتى تنتهي العاصفة، لكن البعض على ما يبدو لم يستمع لتلك التحذيرات وعلقوا في العاصفة الثلجية وهم في سياراتهم يحاولون العودة لمنازلهم. هذه المشاهد تعكس لكم حجم وقوة تلك العاصفة الثلجية ودرجات الحرارة المنخفضة. لكن هناك من انتهز من سكان بافالو هذه الفرصة، فرصة الإغلاقات والثلوج المتراكمة وذهاب البقاء الناس في بيوتهم، قاموا بعمليات اقتحام وسرقة بضائع من المتاجر المغلقة. دعونا نتابع. Somebody in there? Yes, people in there. All right, put it back. Put everything back. Come on. Y'all robbing it? Come on. Everybody got to let go. Come on. We gonna protect it out here. What happened? They broke into it. Who are you? Are you a worker? إذن هذه المشاهد مشاهدينا انتشرت في الولايات المتحدة في المناطق المتضررة بسبب الثلوج والسرقات التي تحدث عادة في مثل هذه المناسبات التي تكون طبعا حركة الشرطة وحركة الناس قليلة وبطيئة. الشرطة في بافالو ألقت القبض على 8 أشخاص قالت إنهم على صلة بالسرقات خلال العاصفة الثلجية الحالية، وحذرت السلطات السكان أن لا يخرجوا من المنازل وقيادة السيارات، وكذلك حثتهم على الحذر من القيادة الذي ما زال ساري المفعول في الولايات المتحدة وفي الولايات التي تتضرر أكثر من غيرها بهذه العاصفة الثلجية. درجات الحرارة تشير بعض الأنباء بأنها قد تتغير خلال اليومين القادمين، لكن عندما تزول أو تذوب الثلوج ما الذي سيظهر؟ الله